اعلام، مفيش واحد بيقول كلمه يا راجل التلفزيون قدامنا مبين الناس بتحدف الشرطه بالطوب. عايزين الداخليه تقع. عايزين وبعدين بعد كده مش عاجبك الجيش، مش عاجبك الداخليه، امال عاجبك ايه؟ انت اللي هتحمي البلد. الله. وبعدين مين اللي قال لك ان انت واصي علينا؟ مين اللي قال لك ان انت واصي علينا؟ انت عمال تدي قرارات واحنا عايزين نوافق يعني؟ ما ينفعش. وبعدين انت ايه كنيتك في السياسه؟ انت قاعد عندك 22 سنه 23 سنه لسه ما شفتش حياتك ايه هي. بنشوف قدامنا الناس بتحدف الناس بالطوب ويقول لك عايزين الداخليه تخش يعني؟ عايزين الداخليه تتدخل؟ ما لو الداخليه اتدخلت الاسامه هتاخدي، المساجين اتاخدي، كله الشرطه والجيش دول اهم حاجه. الله. الشرطه والجيش والقضاء ما حدش يجي ناحيتهم. وبعدين اي كلمه واحد يقولها هو ما حدش عينه علينا مصير. الله. كل واحد وحش، المشير وحش وده وحش، وفين الاخلاق والادب؟ الناس دي اتخلقت شال منها الاخلاق والادب والاحترام. واحد قدام لواء يقول له انت امال فين الاحترام بقى؟ واحده تقول زفت والثانيه تقول زفت والثانيه يقول روح مزبله التاريخ. ما تربيتش. ايه قله الادب دي؟ كل واحد يعبر عن رايه، برضه احنا بنسند الجيش والشعب كلنا ايد واحده. وبعدين احنا مش راضيين براي امريكا. البيت الابيض بيعترض يقول لازم الجيش. النهارده بيتكلموا البيت الابيض ملهوش دعوه، دي حريه شعب مصر، احنا اللي نقرر. يقول لك الجيش والشعب مش الشرطه دي اللي بتحميهم وبتحمي عيالهم، حضر لهم ولادهم. مش كفايه الجيش؟ شوف الجيش السوري عامل ايه في السوريين، لكن الجيش المصري هو اللي حمى الثوره وهو اللي حمى الناس. ايوه احنا عايزين الجيش، عايزين الجيش معانا، بس احنا الجيش. مصر لازم تبقى طالما ايه، انا حر بس ما اضرش غيري. ليك حقوق وعليك واجبات. ليك حدود معينه تتحرك فيها، دي الحريه. انما انت زي واحده تلاقي عريان وصور نفسها وتقول دي حريه ايه؟ احنا مين احنا؟ فيها صوت وناس بتتكلم وناس بتاع يعني مش ميدان التحرير هو الشعب المصري يعني. صوت مصر في كل حته. مصر مش مختزله في ميدان التحرير. ازاي؟ ما الناس دي بقى لو الناس دي منظمه نفسها من شهر واتنين كنت هتلاقي قد اللي في ميدان التحرير 10 مرات هنا. بس الناس كانت قاعده يعني، ناس عايزه تشوف شغلها وعايزه بيقول بكره يبقى احسن والحاجات دي. انما لما يجي بقى شويه ناس هيحكموا مصير مصر، وده ايه ده الكلام ده. الدعوه دي بقى لها يومين بس. يعني تخيل احنا لو بقالنا شهرين بنيجي كل يوم جمعه. هو احنا جايين غير عشان مصر؟ هو احنا جايين غير عشان مصر؟ امال ايه؟ انا باجي من بره والله، بنزل على عتبة السجن من المطار والله. ده احنا بندعي. والله. وبعد ما هو بيصلي بيقول اللهم احفظ مصر كما وعدت. هو ربنا قايل هو ربنا مش مأمنها في القرآن، فاحنا بندعي اللهم أمنها كما وعدت. الشعب المصري باطل الى يوم الدين. ايه ده؟ ليه الهمج اللي احنا فيه؟ ليه؟ حاجه اسمها مسيحي ومسلم. مسلم ايه ومسيحي ايه؟ انا ما اعرفش الكلام ده. كله مصريين. هي دي اللي خايفين على مصر. هم دول مصر. هو ده. انما اللي واقفين هناك في ميدان التحرير يعني يقفوا بس يخافوا على بلدهم. يعني ما يقولش لا ما هو مصريين زينا واحنا هنتفرق يعني. بس لازم نحافظ على بلدنا. وحتى لو في حاجه غلط دلوقتي لازم نمشي الامور. علشان نعدي مرحلة ربنا ينجينا منها. دي مرحلة ربنا ينجينا منها. لازم كل واحد يقدم بطريقة كويسة عشان نعدي. لو في مؤامرة ماشي، لو في مؤامرة واحنا فاهمين كده، طب يضحك علينا ليه؟ ما عندنا وعي. هنخلي اللي بره يعني احنا هنخلي